طبعا مفاجأة عبد الرحمن هو اللي هيختارها. انا قلت النهارده اليوم كله بتاعه هفسحه في الاماكن اللي هو عاوزها طبعا عشان عيد ميلاده، وعبد الرحمن معانا اهو. ايه يا عبد الرحمن عايز تروح فين؟ لازم تقول للجماهير بتوعك ومشاهدينا. ملاهي والمصراوي. المصراوي تاكل كشري؟ كيلو كشري نودي الملاهي. وايه تاني؟ هنشوف ايه تاني وهنصور كل حاجه مع بعض لحظه بلحظه. احنا بقى كده هنا وصلنا للملاهي، هندخل بقى ونشوف عبد الرحمن هيعمل ايه في الملاهي عشان في حاجات كتير طبعا، في بلاي ستيشن وفي مراجيح، في حاجات كتير مش عارفه لسه هيختار ايه. هتحبي انك بلاي ستيشن ولا مش؟ لا مش شرط. ايه عايز ايه؟ خلاص نشوفوه هيختار ايه، وكده كده احنا مع بعضينا ويلا بينا على الملاهي. طبعا ده شكلها اهو من بره زي ما انتم شايفين، بس الواضح بقى عشان احنا واخدين اليوم من اوله الملاهي فاضيه. لا فيها ناس بس قليله جدا زي ما انتم شايفين هنا كده. اي نعم بصوا مش شغاله قوي الملاهي، مفيش حاجه شغاله، بس في ناس مش مفيش. احنا برضو نشغلوها بقى، صح نشغلوها احنا بقى كل المراجيح دي. هو عبد الرحمن عبقرينه وشغال سواق اهو، بس اوعى تعمل حادثه مع حد هتلاقيني اتنطرت بره العربيه. شكرا ربنا يخليك شكرا. ايه يا عبد الرحمن تصوير حلو ولا مركز انت في السواق؟ لا خليك مركز عشان ما تغلطش في حاجه بقى. يا عبد الرحمن ولا ما دوخنيش في الاخر في بيتك. في بيت فقرك عيل. هيدوخني. بص نعمل ايه؟ ايه بخمس دي معرفش ايه بخمس. ماشي دوخ ماما. هنا عبد الرحمن بقى راكب ايه؟ راكب بيقول لك الدوده، ما اعرفش دي الدوده اسمها الدوده، باين عليها صدق اسمها الدوده والنبي. هو هيركب دي بقى كده ماشي. احنا ركبنا العربيات وعمل بيها صدمات كتير جدا، مش قادره اقول لكم نازله عامله ازاي. يلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن لما تلف بقى بصلي بقى، ها ايه خايف ولا ايه؟ يلا يا مسهل. لا صعبة والله بجد صعبة. عبد الرحمن مرعوب. لا ده طلع تنين مش دودة. تنين. هي المراجيح فاضية بس أحسن بدل الزحمة. إيه يا عبد الرحمن حاسس بإيه؟ بصراحة عشان انت صممت تركبها، بصراحة حاسس بإيه؟ هو احساس حلو بس انا بخاف شويه. هي تخوف شوية صح، الحتة النازلة دي. في بقى دي بقى ايه بيقولوا اسمها الطيارة، هو هيركبها بس مستني الراجل بقى يجي. ايه يا عبد الرحمن؟ دي تطلع بقى فوق كده وتنزل، هي برضو مخيفة شوية بس بالنسبة له عادي يعني، بس الأصغر منه ما ينفعش يركب. تقولي يا عبد الرحمن عايز تقول حاجة؟ بتاعتي بتتهز كده. طب خلي بالك احسن تقع. أهم حاجة تكون مبسوط. أنت مبسوط؟ تمام. عبد الرحمن ركب بقى ايه السلسلة دي بقى كمان. التانية قال مش هينفع يركبها عشان لازم يكون أكتر من 2 في الطيارة دي، فاحنا نشوف الطيارة الأول ايه، لو حد ركب هركبها له تاني. هو راح كده عند السلسلة وبعد كده نرجع للطيارة، بس لو حد جاي يعني، ما حدش جاي يبقى هو نصيبه كده. اجمد يا بطل. والله المراكب بصوا دايرة ما فيهاش حد، فيها عيلين فوق اهو، كله بقى داخل على مدارس.
انا حبيت بس اغير من نفسيته، منه ان هو عيد ميلاده، منه ان هو برضو ايه يغير من نفسيته شويه. خلاص بقى ايه المرجحه بتبتدي بقى تهدي، هينزل بقى عبد الرحمن منها، برنس عبد الرحمن. هنا عبد الرحمن بقى ايه ركب الصاروخ. هي تقعد تلف كده. ها ايه احساسك؟ خايف ولا حلوه؟ حلوه يا راجل. صور من بعيد احسن عشان يبان اكتر. مش عارفه صوتي واضح ولا لا الصراحه. بقول عبد الرحمن مخيفه، بيقول لي لا دي حلوه. وباين على وشك يا عبد الرحمن، باين. ايه حلوه؟ علي صوتك مش سامعينك. هتقعد قدام عبد الرحمن؟ ها عبد الرحمن، افهم من كده انك انت اللي هتسوق بيهم. ماشي. احنا رجعنا طبعا لقينا في ناس فيها، كان ممنوع ان هو يركب لوحده. لقينا فيها ناس اهو، ركب مع ناس تانية. تطلع فوق قوي. طب انا ولا الحاجات دي كلها بالنسبه لي صعبه. الاطفال كلها بتحب الحاجات الصعبه. هو لسه طبعا دوره لسه ما خلص. هو لسه بيكمل الدور بتاعه، واقف بس راكب حد. هو عبد الرحمن متخيل ان هو اللي بيسوق بيه عشان قاعد قدام. عايزه اقول لكم انا فرحانه جدا 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 لفرحته والله بجد. ما كنتش متخيله ان هو هيكون مبسوط كده. لا بجد مبسوط جدا جدا، ولسه اليوم بتاعنا ما خلصش، ولسه رايحين بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده، بعد المراجيح دي والحاجات دي. لسه هنشوف هنعمل ايه. عبد الرحمن هتجيب من عند ابو يونس اخر كلام؟ ايه ابو يونس؟ طبعا هنا ابو يونس بقى بيبيع حاجات سوري تحفه في منتهى الجمال بجد. طبعا لا غبار عليه، طبعا مش انا هشكر فيه. هي طبعا عبد الرحمن غير موضوع الكشري خالص، وفكر ان هو ياكل سندوتشات سوري اللي هي الشاورما. هنجيب بقى سندوتشات نروح نقعد ناكلها في مكان، لان هو جوه يعني مكان كمان زحمه قوي قوي، وانا مش هقدر طبعا في الزحمه دي اخد الاكل ونروح ناكل في مكان تاني. طبعا احنا هنا بقى جبنا سندوتشاتنا من عند ابو يونس. طبعا السندوتش ده اللي هو اكبر حاجه، اللي هو اسمه الجامبو، ده عامل 70 جنيه. جبنا 2 عاملين 140، وطبعا في توميه حاميه وتوميه مش حاميه وفي طحينه. كان طعمه حلو جدا جدا. طبعا ابو يونس ما عندوش مكان تقعدي فيه تاكلي فيه جوه. احنا رحنا عند محل اسمه الحلواني بتاع ايس كريم، قعدنا اكلنا فيه وبعدين طلبنا ايس كريم. عايزه اقول لكم الايس كريم طلع تحفه، وكمان السندوتشات بجد جميله جدا جدا. وطبعا عبد الرحمن، اهم حاجه عندي عبد الرحمن كان مبسوط وفرحان، ده اللي كان يهمني الصراحه في الموضوع كله. طبعا كده احنا في طريقنا للبيت مروحين خلاص بعد اليوم المجهد ده، بجد كان يوم متعب جدا عشان واخده اليوم من اوله. طبعا احنا كنا طلعنا بقى من عند الحلواني اللي هو بتاع الايس كريم، اكلنا سندوتشاتنا الاول وطلبنا ايس كريم. طبعا البوله مش غاليه، رخيصه جدا، مش بوله، هي علبه فيها تشكيله بادئه من اول 20. احنا جبنا علبه ب30 ما شاء الله كبيره جدا، ما قدرناش نكملها خالص. هو علبه وانا علبه. طبعا ما كملناهاش وروحناها على البيت. الباقي كله روحناه على البيت. المهم احنا كده داخلين البيت، ماشي، وصلنا البيت اهو. وعبد الرحمن طبعا ما يعرفش ان في مفاجأة مستنياه تانية جوه. طبعا احنا متعودين نجيب له كل سنة تورتايه، كلنا كده يعني نجيب تورتايه ومش لازم احتفال. بس طبعا باباه عشان طبعا دخول مدارس وكده، احنا فكرنا ان احنا برضو نغير من نفسيته شوية. جينا لقينا باباه طبعا معلق البالونات ومظبط الدنيا خالص، وجايب تورتايه حاطه في التلاجة، وبجد كان يوم في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة. وعايزه اقول لكم انا اللي فارق معايا ان هو اتبسط وفرح، ده اللي فرق معايا الصراحه. انتوا طبعا عارفين كل اللي عنده اولاد فاهم يعني ايه لازم ابنه يبقى فرحان ومبسوط ويبان على وش العيل يعني. فطبعا دي كانت حاجه حلوه قوي قوي قوي. وبدانا طبعا في التحضيرات، حضرنا كل حاجه. واليوم كان لذيذ، عدى لذيذ جدا، وعزمنا له صحابه برضو، جم صحابه في العيد ميلاد اتفاجئ بيهم برضو، كانت مفاجاه جميله جدا. انتوا لو وصلتي لحد هنا عايزاكي تعملي اشتراك لو ما عملتيش، وعايزاكي تكتبي لي كومنت تحفيزي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.